باتي يرو البازار حلبي جبوا نهي جمعي صافدار قبلوي نابنا طويل الساري باري قال لك عبد الله أوجلان أمري كونفرنسا إيرو لدار بخم بحاضر فيها حمو ولاتين تاخد همان دبدا أندام السازي دزگاه دفگر جن الپارتنی السياسي لبداري آمدانه أرما جمع لدار بخم أمري كونفرنسي نتحني بأوائي كشكلي به لبني أم بقاربن بريا في كونفرنسا و أم همون يلي بخبر كريك أم أصلا تكشنا قابلين بكن جنيرين و أم بقاربن كشنياري كش بداري ويدا كمن أم بكن بيجها كي أنجو زمينة كبيجهين لسر أساسي أم تكشنا كي قابلين أباكرين تكشنا ما يكسر جبو أزالية فزيلي ياري بر عبد الله أوجلان به نتني بياكيجي اللي أم بقاربن دنا وجبا كده أرد سيستمي لهدوم بخاصة خفرز بدن أنجو دخازي سيستم خفرز بدن لبر همبري بروجينا كود ديمقراطيك وإثبات بدن أم بياكي خالا در خود وإصرار نخو أم تكشي بدن بدن وأزالية رباكية فيزيكي بسجن آمنة خضرو متحدثة باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان. طبعا مثل ما نعلم بالتزامن مع دخول المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان عامها السادس والعشرين تم تنظيم عدة فعاليات ونشاطات في أحياء حلب الشيخ مقصود، ومن ضمن هذه الفعاليات أيضا اليوم بالاشتراك مع مؤتمر ستار والمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان تم تنظيم كونفرنسا على مستوى أحياء حلب والشيخ مقصود. يتضمن هذا الكونفرنس مداخلات خارجية، مداخلة من فرنسا ومداخلة من مصر أيضا، وطبعا بمشاركة كافة أهالي الحي الموجودين من كرد وعرب وتركمان وكافة المؤسسات. دي سجارة نوي بخير هاتن سرسر وسر هر دو جاوا زوتن إيرو كومبين منفر بناوي قوميتا إيجو كونغرستار و انسياتيفا سوري جبو آزادی ريبر آبو اف کنفرانسا مقدار خز دبن دورشمایا فلسفه جیانا آزاد ای ريبر آبو او بگیشتی ای تباهی آلوزی لرجرات ناوینه اف دورشمایا وقت بینزانن دوی مهی ده دا اف مهی کمپلو دسته جنهی ده دا دمی ريبر آبو دركتي سر به اساسه به کنفرانس خاجی و گل ام چواکانه بن برتک خال هم بری به قبله گو درخینه بری ام دست چالاکی خادکن اما دعوت کن رزگردن گو شهید تکوچین آزادی شهید ربرت آن هاجی دست که ام اخافتنا و کرنا کنفرانس حوال میدیا مقدرت انداما گو قومیتایا جن آ کنگرستار آ جبو آزادی ربر اپو ام دعوت بکر بیرون اول میدیا ام بکارم بیشم برینا جزاین ام ببین دسپلینی در حق ربر که بخوازم بری کافیه که مشرق که خود بکن لی ام یکی در کس بکن نه اگر ام بطایبت بسرش آباد نکن تا خاشق ماسول بطایبت حاضرتی اب گلیمت بداره اره ام ببین ام همو اندام سازی دستگیر گر کومی بن جمو ام یعنی ام بخوارد بین ام جباقا کردن ایرو بر خدانی فهم بفردکن تمشینی ام بفردکن اب اسکرنا و در بسبونا و یا نام چلاکی آمد اینو تو به کوری برکی تکوشی به نام مشابه دایی هشامن تو به و یکی پدری خیالی به لسبت اساسی لسبت بینگهی جان بدن ام دوباره بدن اینو اف سیستم این هگم کد نام مشابه نبین دا خوار بلاف کردن برای هم بری فلسفه کوری برکی پیشکش کردن دیسا ام دوباره بدن اف فلسفه کوری کاره براستی به بچاره سری جبو آلوزین هایی اینو اوقف خبره خسته دکن اوقف به اصرار کو تکوشی بدل بردوام کردن نه تن تکوشی ام دکاره یعنی گوتنه هایی گنجا ام دکاره بیش سیاست خویه کرش بدل بردوام کردن حولدان اول شده یکی راه سروک جیان نابه سروک جیان نابه جن جیان آزادی جن جیان آزادی جن جیان آزادی جن جیان آزادی سپاس اول مناضلي الحزب
واستطاعت الحركة الأبوجية الكفاح في السجون وخارجها ضد انقلاب الطغمة العسكرية في 12 أيلول 1980 من خلال إعادة الهيكلية والتعيين، بل في الوقت نفسه أكد أيضا على البدائل والحلول. وهذه هي حقيقة القائد، وباختصار أن ثورة روجافا هي مثال لجهود وأعمال القائد عبد الله أوجلان على مدى سنوات، وهي محاولة لتفسير أفكار وآراء القائد. فالثورة يمكن أن تتجلى في كل لحظات الحياة، وهي ليست مرحلة قصيرة أو مؤقتة، بل هي بحث مستمر عن الحقيقة وأحداث التغيير والتجديد في الحياة. وبعد مقاومة القائد التاريخية في جزيرة إمرالي التي تحولت إلى ثورة فكرية لامست كل قضايا الشعوب، ومع انطلاقة الحملة العالمية التي بدأت بتاريخ 10/10/2023 تحت شعار الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية، شكلت حراكا جماهيريا واسعا في كردستان والشرق الأوسط والعالم بمطالبة الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة للبت في إنهاء التجريد والعزلة المشددة لتحقيق حرية القائد الجسدية. شكرا لإصغائكم. محور جواد خواندن تيدا خيوات كيجي ربلا بودبيجي از نبس أسيري دولة تركم لأما از أسيري حمو دولة نوفنتوي قدوة شخصي ربلا بودا خاصة إرادة تيبال قلي كرد بشكنن وإرادة حمو قلانجي بشكنن السروة استراتيجية أول أنا برنامج خبر دوام كن حكومة تركيا بالطرف هذا أوبراسيون نديجي ما بيك ناني شو يديروا بيبا مثلا نتني بومبايكا خاصن ترقالك واساس بكن كوج صدي نوتنا نقطنا ريل بيشاما ورا قلتن افتر جرينجا لو ما كومبلين بليان هاكو رديجي ما بيك هاتبون هما برجن حمو تكتبون إليشا بومبايا داوين هفيا وامبو مسعودي المصبي دمي حتى سبي ميناكو أرد بيك تبالي سفيانبو وإذا متى بيرامن روجنا ما بانانجي بفي مسألة حسيابون يعني فين كربون أواي بيكاننا كومبلويجي هنكي بالكيشة يعني نمينا واني ليشين وجالية كسكي يعني تيمكي ورن كرمبو وصا بلان كربون وش إيريشي يك مروف جرزگار نبا جبو سركفتنا في إيريشي بيوستيا وان بتبليغ كرنا ريشي مسؤولي جي هبو لغوري وان دو خستم دو أرمان جنخوا بيك بكن ناج بو في برتوكا جهاتي يعني بيساندن برتوكا توم تانسي اف برتوك باسا چالكيان غير برشر بدكن لغوري من باكيشة وقت تيزامين هودانك وان تبي إسرائيل بسر نكتبو نا تقاز بيسا هوددن لقى إسرائيل بيمانك نمور بكن دفكر شوي ده تدبيرين پر طيبت هاتن گرتن همجي لسر أصلا جهاني تكي پر عجيبه دبك كجبو أمريكيان گرينگ به نه جوت مه روژا کشتنا چکباره همان روژا کبالکشه استخمين بكن كو دخازن مجي بديروك كوارا بكن يك بيدعينا بيشورش كري مزن كو روشا مهنك شبهه يعني دفكرن كو دويرو جدا خاشو بيكانينا تشتكي وها لغوري برجون دين وانبا وجهان الخريستيان جبو زلما كو هكارن و يكردان دكن ويتنجي بجهان المسا اگر بجوز حضرت عيسى ويتنجي ببسم الله آزادبینا جواکه با آزادبینا ژنیوا گنگازا ریبراپو سريدا نوبي من رشايا عندما انسياتيفا ريبتيا كونغرس تارهيرو اموك جنك جوان ام درباسي ام بشتاري كونفرنسا ريبتي كونفرنسا ياكو لديجي قامبلويا نبنتويا كذا 26 سالية خا هيرو اموك جنكي جوان ام اف قبلو شل مزار دكن هيرو اف قبلو سردميوي
كو ريبرتي جيجل قطبكن فكرو رامانا ريبرتي جيجل دربخن لأمجي وك اكتيا جنن جوان وك كونغرس دار وك تباحي يكتيو تبقرن جن ام هيرو سوزدن كو اي صالا بيستو اي افصال ببه صالا ازادية فيزيكية ريبر ابو با مرحباتي ما با تكوشيني ما با رخصنا هر جنكي لسر فكرو فلسفة يا ريبر ابو امي بگینن ازادية فيزيكية ريبر ابو امي ازادية فيزيكية يا ريبر ابو امي مستقر بكن بشكل كبير عم تنحاز ضد القائد. فاكثر الدول اللي شاركت بهي المؤامره اسرائيل، روسيا، تركيا، ومنظمه الجلاديو اللي لها دور كمان بهي المؤامره، فظهرت هي الدول كلها على حقيقتها وظلت هالمؤامره مستمره. طبعا هي حتى هذا اليوم مستمره. وبتاريخ 15 شباط يوم اختطاف القائد وتسليمه الى دوله الاحتلال التركي في جزيره امرالي ما انتهت المؤامره انه ما انتهت بهذا اليوم، بل هي مستمره حتى هذا اليوم. والدليل انه التشديد، العزله، التجريد والضغوطات اللي عم تتمارس ضد القائد وضد الشعب الكردي حتى هذا اليوم، ومنع المحامين انه يشوفوا لقاء عائلته فيه، كمان هذا كله دليل على استمرار المؤامره. فنحن شو دورنا؟ نحن كشعب دورنا لازم نقوم بمبادرات، بفعاليات بجميع الأصعدة وعلى جميع النواحي بجميع المناطق، من مسيرات، من ندوات، من يعني نوصل لنتائج، وهالنتائج لازم تتحقق على أرض الواقع حتى الوصول إلى الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. وشكرا. مناسبات كثيرة والتي هي بديل النظام الرأسمالي والذي يهدد الكيان الرأسمالي أو الدول الرأسمالية المستفيدة من جهد الإنسان والإنسانية. كان الهدف من المؤامرة هي إبادة هذا المشروع والشعب الكردي، لكن لم يعلموا أن القائد قد استفاد من دراسة كافة تجارب الدول الأخرى، واعتمد بالدرجة الأولى إلى التنظيم الكادر المؤثر لأي شخصية كانت، الشخصية الحرة طبعا، والتنظيم المجتمع. الفلسفة الإيديولوجية التي تربى عليها أجيال كثيرة على أفكار القائد، طبعا نجاحه كان الاعتماد على التطبيق النظري والعملي، ومثال يحتذى بها الشعوب الأخرى، ودليل ذلك الشيء الذي نعيشه. ما ألفت انتباهنا هو خلال السينفزيون الرسائل المتوجهة إلينا أن القائد يقول لا تعملوا من أجلي ولا تعملوا لمصالح الشخصية أو يعني أحوال الشخصية الأخرى، اعملوا لأجل الشعب والمصالح الشعب. طبعا قال اعملوا بضمير وأخلاق ووجدان. طبعا ونحن من أجل حل المشاكل أو الأزمات الموجودة في الشرق الأوسط هو دراسة سيولوجيا الحرية وفهم ومحتوى وتحليل ذلك الكتاب. تم عقد كونفرنس بحلب باسم مؤتمر ستار المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان بتاريخ 8/10/2024 في صالة ستار لايت بحلب تحت شعار فلسفة الحياة الحرة للقائد آبو هي الحل لكل أزمات الشرق الأوسط، بحضور المئات من الشخصيات السياسية والمثقفين والمجالس والكومينات والتنظيمات والحركات والمستقلين وعوائل الشهداء. بدأ الكونفرنس بالوقوف دقيقة صمت إجلالا وإكراما لأرواح الشهداء وإلقاء الكلمة الافتتاحية، ومن ثم تم قراءة المحور الذي تطرق إلى التعريف بشخصية القائد أوجلان وكيفية تآمر الدول المهيمنة الرأسمالية عليه وخرقهم لجميع القوانين الدولية والحقوقية بممارستهم سياسة العزلة المشددة والتجريد الجائر بحق القائد عبد الله أوجلان، مع استمرار سياسة الصمت الدولي والحقوقي وحتى الإنساني في سبيل كتم صوت الحقيقة والجماهير المطالبة بحرية القائد الجسدية. وقد تم النقاش من قبل الحضور على أهمية نشر وفهم فلسفة القائد حول حرية الشعوب في تقرير مصيرها
مجتمع ديمقراطي حر. وقد أجمعت النقاشات على المخرجات التالية: أولاً، التأكيد والإصرار على تحقيق حرية القائد الجسدية. 2. رفع وتيرة النضال بكافة الوسائل الديمقراطية. 3. عقد سلسلة من النشاطات والفعاليات الجماهيرية، فتح خيم اعتصامات، ندوات حوارية، مسيرات، نشاطات لقراءة مجلدات وكتب القائد والنقاشات حولها، تدريبات حول فلسفة سيسيولوجيا الحرية. 4. كشف حقيقة المؤامرة والانتهاكات الغير قانونية المفروضة من قبل السلطات التركية المتعاقبة، وتواطؤ لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT، وحثهم على القيام بأداء واجبهم. 5. التشويق من أجل الحملة العالمية التي انطلقت تحت شعار الحرية لأوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية، لتعريفها على شعوب الشرق